مرحبا. يعني الحكومة ظلت تستخف بموضوع السويدة حتى طارت السويدة، وجمهورها ظل يستخف ويضحك ويتمسخر ويكذبنا حتى صارت السويدة بعالم آخر. كذلك من أيام أحداث الساحل ظلوا يستخفوا ويضحكوا حتى أصبح الساحل قضية بأوروبا وقضية بأمريكا وقضية مو معروف لوين رايح الأمور فيه. والآن نصل إلى الأخطر، أخطر من أي ملف آخر في الوقت الحالي. قسد والتصريحات التي تخرج من قيادات اليوم قسديين تتحدث بأشياء كثيرة تضرب أي اتفاق سابق، وأيضا تنهي أي احتمال لاجتماعات مقبلة. والحديث اليوم يعني مقرون بعدم صدور ردود أفعال دولية. ما جرى بالأمس واليوم بين قسد وقوات الحكومة لم نسمع لا رد فعل أمريكي، ولم نسمع كلمة توماس باراك، ولم نسمع الأوروبيين يتحدثون، ولم نسمع الروسي نطق بكلمة واحدة فقط. عرفنا أن الأتراك سيروا طائرات بلا طيار وضربوا نقاط لقسد انطلقت منها النيران باتجاه القوات الحكومية في ريف حلب الشرقي. هذا كل ما سمعناه، لا تدخلات، وكأن الأطراف الدولية والإقليمية تقول لا علاقة لنا بما يجري. اليوم يتحدث قيادات من قسد، وقد تأكدنا من ذلك، بأن أي نشوب للحرب واستمرار لها مع قوات الحكومة لن نكتفي بالتوجه إلى شرق الفرات، غرب الفرات، حلب الشرقي، بل سنتوجه إلى دمشق. وحديث أيضا في صفحات مهمة مقربة من قيادات قسدية عن أن تواجد قسد في البادية وعلى تماس مع القوات الأمريكية يساعد على الوصول إلى أطراف دمشق. يعني الآن سيضحك كثيرون كما جرت العادة. أصلا هؤلاء أو هذه الفئة من الناس يعني خلقها الله لتكون ضاحكة في أحلك الظروف، وتتحول إلى مسخرة في أفضل الظروف. سيضحكون ريثما يفقد هذا البلد الورقة الأخيرة من التفاهمات الممكنة. يعني كان هناك مقدمات كثيرة تفيد بأن شيئا بين الحكومة وقسد لن يتم. اتفاق 10 آذار كان للتغطية على المجازر التي وقعت بحق العلويين، يعني لتبريد الأجواء السياسية في سوريا. ليس إلا الفترة الماضية جرى اجتماع في دمشق، فهمنا ويا ليتنا ما فهمنا أن الأمريكي يضغط على قسد في الاجتماع بدمشق وبالقصر الجمهوري، والتركي يضغط على قسد، والفرنسي يضغط على قسد، وقائد قسد يرفض الإصغاء والاستماع لهم. هذا ما أرادوا أن يفهمون إياه، أن قسد ترفض الطلبات الأمريكية والأوروبية. ما الذي نفهمه من ذلك؟ نفهم بأن لا طلبات ولا تدخلات، وكأن الأمور يراد لها أن تكون بهذا الشكل. اجتماع باريس كذلك الأمر، يجتمعون ولا يخرجون بنتائج. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني بأن ما يقال في الإعلام بلسان الأمريكيين والأوروبيين شيء والمطلوب شيء آخر. نحن نضغط عليكم ولكن لا تلبوا مطالبنا. هذا هو المفهوم الآن. بالتالي أي اجتماعات مقبلة ستكون صورة فوتوكوبي عن الاجتماعات السابقة. لا تفاهم ولا وصول إلى حلول ولا إلى نتائج. والاشتباك منذ الأمس وحتى اليوم يؤشر إلى مخاطر كبيرة وتطورات على مستوى التصعيد الإعلامي. ما الذي يعنيه؟ أننا قد نصل إلى دمشق. هل هو قرار قسدي أم هو توجيه من أطراف أوروبية وأمريكية وأقليمية وما إلى هنالك من متدخلين؟ أعتقد بأن الحلول في سوريا
لم تعد مستعصية كما قلت في الفيديو السابق، ستتحول إلى مستحيلة. ضحكوا أيام السويداء وها هي السويداء تبتعد وتضرب، وضحكوا أيام الساحل ولم يدركوا أن هذه المنطقة قد تتحول إلى قضية رأي عام، والآن يضحكون مع أقوى مكون عسكري في البلاد خارج عن إطار الحكومة. ما الذي يمكن أن ننتظره؟ ما الذي يمكن أن نأمله؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ يعني أترك الجواب لكم. على الحكومة أن تدرك أين هي الآن، وإلى أين ذاهبة هي، وإلى أين ذاهب البلد. علينا أن نحذر، فقط نحذر. لماذا؟ لأن الهدم يتم بثواني قليلة. البناء يحتاج سنوات وسنوات، ما بالكم وأننا لا نسعى إلى البناء ونمضي جميعا نحو الهدم. ابقوا بخير، وتمنوا لسوريا الخير والسلام على الشرفاء.